ما تيجي اقول لك على اخر اخبار النادي الاهلي، وقبل ما اقول لك على اي خبر فيهم ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما تنساش كمان تعمل لايك ومتابعه عشان نفضل مع بعض على طول. ندخل بقى عزيزي الاهلاوي الجميل على اول خبر، وهي صفقه اللاعب يوسف بالعمري. هي الصفقه تمت يا عم سمير، اللاعب هيجي النادي الاهلي فعلا. احب اقول لك ان الصفقه بنسبه 100% اهلاويه، واللاعب اهلاوي، واداره النادي الاهلي طلبت من اللاعب ان هو يجي القاهره عشان يتم الكشف الطبي عليه ووقع على النادي الاهلي. بس للاسف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي رفض. ليه بقى؟ لان اللاعب انضم لقائمه المنتخب المغربي افريقيا. فاداره النادي الاهلي تسكت؟ لا، اداره النادي الاهلي بعتت مندوب للمغرب عشان يعملوا الكشف الطبي هناك في المغرب، وعشان اللاعب يوقع كمان. بس لحد الان الكشف الطبي اتعمل وكل حاجه زي الفل، بس مستنيين اللاعب يخلص افريقيا وهيجي مصر عشان يوقع على عقود انضمامه للنادي الاهلي. بالنسبه بقى للصفقه الثانيه ابراهيم دياباتي. ايه دنيا ابراهيم دياباتي يا عم سمير؟ في خبر طلع علينا ان كابتن سيد عبد الحفيظ هيسافر عشان يخلص الصفقه. احب اقول لك على حاجه، لا الكابتن سيد عبد الحفيظ سافر ولا قطع اصلا تذاكر للطيران، والكابتن سيد عبد الحفيظ في مصر، واداره الفريق طالبه من النادي الاهلي 3 مليون دولار، والصفقه تتجه للفشل، لان النادي الاهلي عمره ما هيدفع 3 مليون دولار في مهاجم زي ابراهيم دياباتي، لان اداره النادي الاهلي بتمسك في القرش شويه. فاتمنى اداره النادي الاهلي تخلص في المهاجم ده، لان المهاجم ده مهاجم عالمي، بشوط كويس، سريع، بيخلص. احنا عايزين مهاجم يخلص في منطقه الجزاء، دي اهم حاجه عندنا. بالنسبه بقى لتجديد ديانج مع النادي الاهلي، في اخبار طلعت علينا وقالوا لك ان ديانج جدد للنادي الاهلي، وكمان هيعمل اعلانين في السنه. بس احب اقول لك اليو ديانج لسه ما جددش مع النادي الاهلي. طلعت علينا اخبار من قناه النادي الاهلي وقالوا لك ان ديانج لحد الان ما جددش مع النادي الاهلي، والموضوع اتاجل لبعد افريقيا، لان اللاعب انضم لمنتخبه عشان يلعب معاهم افريقيا، فالموضوع هيتاجل باذن الله بعد افريقيا. بس في خبر حلو، ان حسين الشحات بنسبه كبيره هيجدد للنادي الاهلي. النادي الاهلي توصل لاتفاق مع حسين الشحات والدنيا زي الفل والامور عالي العال. طيب بالنسبه بقى يا عم سمير لحمزه عبد الكريم، ايه دنيا حمزه عبد الكريم مع النادي الاهلي؟ طلع علينا خبر من اليوم السابع وقالوا لك ان في عروض جايه لحمزه عبد الكريم من الدوري الفرنسي والدوري البرتغالي، بس اللاعب رفض العروض دي لان اللاعب حابب ينضم لبرشلونه، واللاعب بيضغط على اداره النادي الاهلي عشان يوافقوا على بيعه، واللاعب هو ووالدته اللي هي وكيلته خلصوا كل حاجه مع برشلونه. فباذن الله اداره النادي الاهلي توافق على بيع اللاعب لبرشلونه ويروح برشلونه ويكسر الدنيا مع برشلونه. دي اهم اخبار النادي الاهلي. ما تنساش بقى عزيزي الاهلاوي تصلي على النبي وتعمل لايك ومتابعه. بس كده، يلا سلام.